رجعنا لكم مرة تانية مشاهدين، نهارك سعيد. ووصلنا دلوقتي لفقرة الألعاب الإلكترونية. طبعا أثر الألعاب الإلكترونية على التحصيل الدراسي يعني أكيد هو سلاح ذو حدين. احنا عارفين طبعا في حاجات كتير تعليمية بتبقى عن طريق الألعاب الإلكترونية دي. طيب بتتناقض أكيد المتعة اللي بيوفرها الألعاب الإلكترونية وألعاب الفيديو بشكل كبير مع الضغط اللي اكيد بيشعر بيه الطفل اثناء اليوم الدراسي او وقت اداء واجباتهم المدرسيه. يمكن انه بيتسبب ده في تفضيل الاطفال للالعاب الفيديو عن اي طبعا شيء اخر، ان هم يفضلوا طول الوقت ماسكين قلم وورقه وبيكتبوا او بيقروا. ده طبعا بيخليهم مش بيستسهلوا ومش عايزين طول الوقت ان هم يكونوا بيدخل معلومات كتير داخل دماغهم، والانشطه المدرسيه بتكون ثقيله جدا عليهم. النهارده هنتعرف اكتر عن اثر الالعاب التعليميه على التعليم. هيكون معانا النهارده دكتور شادي محمود عابد، وهو دكتور تكنولوجي التعليم ومستشار اداره المؤسسات التربويه والتعليميه. اهلا بيك يا دكتور شادي. اهلا وسهلا. نورتنا النهارده. وطبعا عايزين نتكلم الاول، يعني هل فعلا الالعاب الالكترونيه بتاثر بشكل كبير جدا على ادمغه اولادنا او تقبلهم لفكره الدراسه؟ طيب احنا في الاول عاوزين بس نعرف، او عاوزين اول حاجه نتكلم ايه هو الالعاب التعليميه، وبعد كده من ضمنها الالعاب الالكترونيه. طيب خلينا نقوم الاول بتعريف الالعاب التعليميه. الالعاب التعليميه هو نشاط تعليمي تربوي مصمم بعنايه بيمارسه الطالب بحريه. يعني الطالب هو اللي بيختار النشاط اللي يمارس فيه علشان يحقق فيه الاهداف التربويه المرجوه منه. النشاط لو احنا جينا نبص او حتى عملنا استطلاع للرأي هنلاقي كلنا بنحب اللعب، يعني كل الناس بتحب اللعب. طيب هم الولاد ايه مشكلتهم في المدرسة؟ ليه ما بيروحوش المدرسة؟ ليه المناهج عندنا تقيلة؟ لو انا صممت ألعاب تعليمية تساعدني في المنهج بتاعي هحقق الهدف بتاعي من التعلم، لان احنا عندنا تعليم وعندنا تعلم. التعليم هي العملية التعليمية كلها. التعليم هي العملية التعليمية كلها، من ضمنها المنهج، المدرسة، المعلم، الاسلوب والطريقة وطرق التدريس وطرق الشرح، كل ده التعليم. عشان بقى اوصل بالتعليم ده وبالخطط بتاعتي الى التعلم محتاج حاجة اكثر تشويق، اثارة، ممكن تكون متعة عشان اشد الطالب ليا للمدرسة، وخصوصا لو كان في مواد تقيلة شوية او المنهج بتاعها صعب شوية. مظبوط، صح، ده يكون افضل، يعني على الاقل نقرب المسافات، نستفيد طبعا من الفكرة دي. الالعاب التعليمية بتعالج لي مشاكل كتيرة من المشاكل اللي بتظهر نتيجة التشتت، ضعف الذاكرة. يعني انا ممكن لو انا عملت لعبة تعليمية حتى لو مش الكترونية، يعني احنا لو قلنا ان في قرى او في مدارس ما فيش عندها الامكانيات، انا ممكن اعمل لعبة تعليمية. لو انا اكتشفت الطالب بتاعي عنده مشكلة في الذاكرة ممكن اعمل له لعبة تعليمية، وحتى في الحضانة او في ابتدائي اعالجه من مشاكل ضعف الذاكرة. طبعا لو انا عندي استراتيجيات والعاب كتيرة جدا. لو انا لعبته لعبة عكس الاشارة، عكس الاشاره دي عباره عن لعبه بسيطه جدا بتخلي الطالب عنده اولا بحارب عنده منع التشتت، بحارب عنده الذاكره. يعني ايه عكس الاشاره؟ يعني هو الطالب قاعد قدامي، اي اشاره انا هعملها هو هيعمل عكسها. رفعت ايدي فوق هو هيرفعها تحت، يمين هو هيعملها دي مش محتاجه اي امكانيات، مش محتاجه اي امكانيات. علشان احنا لما نيجي نتكلم عن الالعاب التعليميه فنقول احنا محتاجين امكانيات. لا، مش محتاجين امكانيات. احنا ممكن نعمل العاب تعليميه تعالج القصور والمشاكل عند الطلاب بلا امكانيات خالص. العاب تعليميه بسيطه جدا، زي مثلا لو انا عايز اعلمهم الرياضيات او الحساب، قول لي الرقم الناقص 1، حضرتك هتقول 2، انا هقول 3، الطالب هيقول 4. هنعمل استراتيجيات بسيطه والعاب بسيطه. تعرف حضرتك ان التعلم باللعب مش السنه دي، التعلم باللعب ده موجود من ايام افلاطون، لما بدأ يعلم الولاد الحساب ويقول للناس اتعلموا الحساب عن طريق ان هو يوزع لهم التفاحات. اذا التعلم باللعب ده كان زمان خالص، ايام افلاطون وايام الفلاسفه بتوع زمان، لما كانوا بيجيبوا الادوات الهندسيه البسيطه ويقولوا للولاد اعملوا لنا بيت. بعد كده الولاد دول اصبحوا مهندسين كبار. اذا الالعاب التعليميه موجوده
من زمان. الهدف مني اللي انا اخرج التعليم الى المتعه، ليس الحفظ والتلقين. هو ده النقطه اللي احنا عايزين نوصل لها. النقطه بتاعتنا ان احنا عايزين الولد او البنت رايحين المدرسه عشان يستمتعوا بالتعلم، مش حمل وعبء عليهم يعني انا اتمنى انه ده يحصل. يعني اعتقد ان احنا في 2024 كان المفروض انه قصه الاقلمه والكراريس والحاجات دي تكون انتهت من زمان، وتكون يعني من الحاجات القديمه قوي. لو احنا قعدنا في اي نادي، اي تجمع، كل الناس بتتكلم عن حاجه واحده بس: التعليم، التقييمات، المواد، المناهج. طيب هل المناهج دي الناس اللي قائمه عليها قصدا ان هي تكون صعبه، ولا ليه المناهج اتعملت بالشكل ده ودايما عايزين تطوير للمناهج؟ ببساطه شديده المناهج اتعملت بالشكل ده لان ارباب العمل، اصحاب الاعمال، بتطلب خريجين بمواصفات معينه. الخريجين 2025 ما ينفعش يكون 2010، بيبقى له مواصفات معينه، بيبقى له ابتكار ويبقى له ابداع ويبقى له تفكير ناقد. اذا انا بعمل المناهج بالشكل ده عشان يواكب سوق العمل المحلي وسوق العمل الخارجي. انا ما عادش ينفع ان انا اعمل المناهج القديمه واخلي الطالب بس حافظ وملقن، انما لازم يكون الطالب مبدع، لازم يكون مبتكر، لازم يكون عنده مهارات حل المشاكل عشان يقدر ان يكون مهيأ لسوق العمل المحلي وسوق العمل الخارجي. احنا عندنا دلوقتي اطفال كتيره جدا اذكياء ما شاء الله قوي، وقادرين ان هم يعملوا افكار. عارفه حضرتك في نقطه نعم جميله جدا. في ناس بتتخيل ان الالعاب التعليميه فقط هدفها العلم. لا، مين قال الكلام ده؟ انا ممكن يكون عندي لعبه تعليميه الهدف منها التعاون. لما انا اعمل فريقين في الفصل، الطالب اللي داخل فريق اولا بيكون عنده تحمل مسؤوليه، بيكون عنده تعاون مع الفريق بتاعه. اذا انا الالعاب التعليميه ليس فقط الهدف منها هو معلومه انا عايز الطالب يحصل عليها. هي تربيه وتعليم. تربيه وتعليم. طب لما حضرتك بيتوفر في الالعاب التعليميه مبدا التربيه والتعليم اللي هو مبدا وزاره التربيه والتعليم، أيوة. ليه ما نطبقش ده؟ وخصوصا انه حضرتك بتتكلم، لو بنتكلم على امكانيات فاحنا مش محتاجين امكانيات في وجود الانترنت والواي فاي، وده احنا لسه نتكلم عن الالعاب الالكترونيه ده، ان الوزاره عامله مجهود جميل جدا في هذا الشأن. طيب يبقى انا دلوقتي محتاج، لو انا هتكلم على طالب مبدع، اذا انا الاول لازم اجهز معلم مبدع. صحيح. يعني لو انا عايز طالب مبتكر، ما هو مستحيل المعلم هيدي حاجه هو يفتقدها. طبعا. ففي ناس بتتخيل ان النشاط هو حصتين في الاسبوع او حصه في الاسبوع. لا طبعا، النشاط كل يوم في كل حصه. اذا النشاط هو في كل يوم في اليوم الدراسي في كل حصه. ده النشاط اللي احنا عايزينه. من ضمن الانشطه بقى هي الالعاب الالكترونيه. طيب احنا بقى عشان نوصل لده محتاجين ايه؟ اولا تدريب معلمين على اعلى مستوى. رقم واحد، المعلم لازم يكون ديمقراطي. يعني فكره المعلم النمطي بتاع زمان اللي هو بيقف ويكون المعلم سنترد، يعني كل الدرس قايم على المعلم والطالب فقط مستمع، ما عادش ينفع الوضع ده في هذا العصر. وعشان كده بدأنا ندرب المعلمين على أنماط مختلفة للتدريب داخل الفصل. يعني المعلم دلوقتي بقى له أدوار. بنقول إن كل ما المعلم اتكلم أكتر في الحصة، كل ما الطالب مجهوده قل. انا عايز المعلم يتكلم اقل، يدي تعليمات واضحه وصريحه للطالب، ويبدا يراقب استجابات الطلاب ويخلي الطلبه اكثر مشاركه في الدروس. يعني اعتقد انه النقاط اللي حضرتك بتتكلم عنها دي فعلا احنا محتاجينها. ده هو على طول تدريبات المعلمين مستمره، وانا شايفه ان هي هتبقى من الدروس المستفاده جدا داخل الحصه او داخل الفصل. طبعا. وحاليا بتقام على طول باستمرار طول العام في الصيف وفي الدراسه تدريبات للمعلمين، تدريبات عن كل حاجه تتعلق بالتحضير الجيد للدرس. انت عارفه حضرتك حتى ابسط المشاكل اللي هي الطالب اللي جاي متاخر مثلا هيتعامل معاه المعلم ازاي عشان يحافظ على وقت الحصه، اذا كانت 50 دقيقه او 45 دقيقه. كل ما يثار على السوشيال ميديا وزاره التربيه والتعليم بتدرسه
عشان تعالج المشاكل اللي بتواجه. اذا المعلم مدرب حتى لو يجيله طالب متاخر هيتعامل معاه ازاي. طب الطالب اللي عنده سرعه رد فعل وعدم تفكير هيتعامل معاه ازاي. كل طالب عنده مشكله في ضعف الذاكره، في التشتت، كهرباء زياده، كل المشاكل اللي في الطلبه المعلم بيكون حاليا خبير للتعامل مع الطلاب. طب انا عندي سؤال هنا، هو ايه الفرق اصلا بين الالعاب التعليميه والالعاب الترفيهيه؟ الالعاب التعليميه بيصممها المعلم وتناسب الطالب اللي قدامه. يعني انا دلوقتي معايا طلبه ممكن المرحله الابتدائيه ما ينفعش معاها اللعبه دي في الثانوي. اذا المعلم بيقيس الطالب اللي عنده، الحاله اللي عنده، هل الحاله دي تنفع للعبه دي ولا ما تنفعش، وهل المردود بتاعها هيكون عندي ايه بالظبط. اذا قابله للقياس، موضوعيه، مصممه بواسطه المعلم بدقه، متابعها. زي بالظبط المعلم زي ما قلنا قبل كده، هو المعلم زي الطبيب. الطبيب بيعمل ايه لما بيجي له اي حاله؟ رقم واحد التشخيص، بيسمع المريض، بيسمعه، يوصف له العلاج، يتابع حالته، يقيس درجه الارتفاع في المستوى او معالجه العيب اللي عنده. اما الالعاب الترفيهيه هي العاب مين اللي بيصممها؟ اي طالب ممكن يلعبها. اذا ممكن الكلام ده، ممكن الالعاب الترفيهيه يكون لها ضرر خطير جدا، ان هي بتقتل الطفوله. يعني طالب ممكن يكون في المرحله الابتدائيه فيلعب العاب عنف او الكلام ده، يخرج من مرحله الطفوله الى مرحله المراهقه، ويبقى كده احنا قتلنا الطفوله ومعش سنه بحريه وبانطلاق، والمرجو منه ما اتحققش. ده حقيقي فعلا، وده اللي احنا برضو بنحاول دلوقتي الالعاب التعليميه نشتغل عليه. الالعاب التعليميه مسيطر عليها. يعني الالعاب التعليميه مسيطر عليها بواسطه تحت المعلم، رقابة يعني. تحت رقابه طبعا. ومحدده أكيد وقابله أكيد. للقياس. طب عايزه امثله على كيفيه دمج الالعاب التعليميه في المناهج الدراسيه. طب احنا كل المناهج الدراسيه قابله ان هي تعمل فيها العاب تعليميه. كلها، من اول ان انا اقسم الفصل الى فرق. حته ان انا اقسم الفصل الى فرق، رقم واحد بتعود الولاد تحمل المسؤوليه والتعاون زي ما قلنا. حته ان انا بقسم الطالب داخل فريق، انا بشيل من عليه الضغط، لان هو لو واحد بيلعب واحد، طب لو الواحد ده فشل انا فشلت، انا ضعت، انا ما حققتش المرجو. انما هو لو داخل ضمن فريق فالمسؤوليه بتتوزع على الكل. يبقى انا الاول بقسم الفرق، بحدد اللعبه المناسبه، بحدد التوقيت المناسب. نعم. تمام. ففي العاب كتيره جدا جدا جدا، العاب بتقوي الذكاء، العاب بتقوي الذاكره، في العاب للجسمانيه كمان، الولاد بتتحرك. في عندنا حاجات جميله جدا. ممكن بالنسبه للغات، لو احنا طلبنا مثلا المدرس، ادي لحضرتك مثال، لو احنا عملنا في حصه العاب تعليميه لغويه للغات مثلا، للغات. المعلم هنا مش هيتكلم غير كلمه واحده بس، ديزاين تور او صمم لي جوله، وهو بيكون محضر مجموعه من الصور حوالين الفصل. الصور دي عباره عن بعض اللاند ماركس، بعض المعالم الاثريه للعالم، والطلبه بتتحرك، بتبدا تشوف وتكتب. المعلم هنا ما اتكلمش غير كلمتين فقط. ال 45 دقيقه الطلبه هي اللي بتشتغل، وهي اللي بتلف، وهي اللي بتتحرك، وده المرجو. كل ما المعلم اتكلم اقل، كل ما الطلبه اشتغلت اكتر. شايفه ان حضرتك مهتم جدا بفكره ان الحركه للطالب، يعني انا مهمه مش جدا. ما هو الطالب انا ما ينفعش الا انا اقعده 5 أو 6 حصص قاعد في مكانه، ده هيعمل له ملل. احنا اساسا الطلبه بتاعتنا وفي العصر بتاعنا حاليا ملولين الى اقصى درجه، وناقدين الى اقصى درجه. فحته اللي انا اخلي الحصص كلها سنترد على المدرس، مركزه كلها على المعلم، هو الطالب مش هيقدر يتحمل، وهو درجه تركيزه كمان هتقل الطالب. يعني مش هيقدر يركز وهينسى. يعني احنا دايما بنقول للولاد لا تثق في الذاكره. يعني المعلومه اللي انت بتسمعها لو ما كنتش مشارك فيها وما كنتش بتستخدمها او على الاقل بتدونها، فانت اكيد هتنساها مع وجود معلومات اخرى. فاحنا هنا بنعلم الولاد في التربيه والتعليم رقم واحد في الالعاب الالكترونيه او الالعاب التعليميه الديمقراطيه. يعني ايه؟ يعني انا ممكن اناقش المعلم في المعلومه
ايوه يا فندم، ممكن تناقش المعلم في المعلومه، انما المعلم ماهوش كامل السلطه يقول كل المعلومات اللي هو عايزها، والطالب غير قادر على المناقشه او النقد. هنا انت بتدي فرصه للطالب ان هو يعرف، يشارك. ان هو ينسى كويس قوي، ان هو يمل كويس قوي، ان هو يسرح كويس قوي. فكره انه هل في تجارب لمدارس او مؤسسات عملت فكره تطبيق الالعاب التعليميه دي، وكانت يعني امثله ناجحه جدا للمؤسسات او المدارس دي؟ انا هقول لحضرتك، مش هقول لك اسم مدرسه او اسم مؤسسه، لكن هقول لحضرتك حاجه. في كل محافظه في مديريه للتربيه والتعليم، وكل مديريه فيها ادارات. كل الادارات او اغلب الادارات بتعمل حاليا في كل اسبوع حاجه اسمها موهبه كل يوم، او لكل اسبوع موهبه، او موهبه الاسبوع. موهبه الاسبوع دي ممكن يكون طالب وممكن يكون معلم نشر الفكره بتاعته او الاستراتيجيات بتاعته، وممكن الموجه ذات نفسه هو اللي بيشجع، ومدير المدرسه هو اللي بيشجع المعلم على افكار جديده وافكار غير تقليديه. يعني حضرتك بتقول ان كل مدير مدرسه هو مسؤول عن طبعا مدرسته؟ لازم يشجع، وكل مدير مدرسه قاعد في مكانه دخله المعلم او المعلمه ولا دي استراتيجيه يعني كله لازم يمشي عليها؟ هو المفروض كله. احنا قلنا قبل كده، احنا قلنا حتى مثالين ما احتاجوش اي حاجه، يعني مش محتاجوش فلوس تدفع في بلالين مثلا او كور او الكلام ده كله او مجهود، رغم ان الكلام ده لو اتعمل، يعني بلالين او كور او مكعبات او الكلام ده، لو الطلبه شاركت في عمايلها بيكونوا اكثر سعاده. يعني لما بنلم الولاد على بروجكت معين، الولاد بيكونوا في قمه سعادتهم ان هم بيشاركوا في التعليم. فالحاجات دي كلها غير مكلفه. انا قلت لحضرتك لعبتين او 3 من غير اي تكلفه خالص. يعني احنا بنتكلم دلوقتي عن الالعاب المتوفره في الحيز اللي احنا موجودين فيه. انا هقول لحضرتك حاجه بقى، هل محافظات مصر كلها لها طبيعه جغرافيه واحده؟ اكيد لا. اذا معنى الكلام ده اللي انا بوظف الطبيعه الجغرافيه بتاعتي في الالعاب بتاعتي. فكل مكان له البدائل بتاعته، له الادوات بتاعته. انا اخد من البيئه المحليه وابدا استخدم. ده مجرد الازايز بتاعه الميه الفارغه ممكن اعمل منها العاب تعليميه اكثر من رائعه واكثر تشويقا فعلا جدا، والهدف منها بيكون يعني اكثر من رائع. يعني بتشوف ان المساله مش مساله انه احنا دوله غنيه ولا لا؟ لا، ملهاش علاقه بالامكانيات. هي مساله فكر وازاي اطوع. هي لها علاقه بفكر معلم ماهر مبتكر مبدع. المعلم الماهر المبتكر المبدع ده ده جاي من جيل الحفظ والكراسه والتحديات بقى. دي التحديات. نتكلم عن التحديات اللي بتقابل او بتواجه الالعاب التعليميه. طبعا لما نيجي نتكلم على ان احنا هنبدا النهارده في المرحله الاعداديه او المرحله الثانويه، فاحنا بنلاحظ ان في طلبه قبل كده كان كل تعليمها واولياء امور اتعلموا بطريقه الحفظ والتلقين. اذا انا دلوقتي لما يعني ابدا بقى اعمل تشيفتنج، اعمل عمليه تحويل من نظام الفهم والاسئله المفتوحه وقبول الاراء الاخرى الى ولي الامر اللي متعود على مذكره محدده وشغل محدد، اروح احفظه، يجي لي في الامتحان نفس السؤال اكتبه، يبقى انا كده نجحت. معنى الكلام ده اللي انا ممكن يجي لي اسئله انا ما اتدربتش عليها؟ طبعا. ما هو هي دي بقى الفكره اللي انا كنت عايزه اتكلم فيها، انه فكره انه انا ممكن اتوه، ودي كانت حاجه من علامات يعني اجيال كتيره احنا منهم، انه لو السؤال جه بطريقه تويستي شويه او لافت شويه انا مش هعرف اجاوب، انا مش عارفه هو عايز ايه. ما هو ده بقى اللي احنا بنقوله، ان في تدريبات جديده للمعلمين على اسئله تدعو للفهم والابتكار والابداع. احنا عايزين نبعد تماما عن الحفظ والتلقين. يعني طبيعي جدا 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 ان انا اجيب لك اسئله مفتوحه تقبل العديد من الاجابات. طب يعني انا دلوقتي لو مدرس جه قال لي انه لازم ابنك او بنتك يحفظوا جدول الضرب، هل في حاجات خارج موضوع الفهم؟ طبعا وفي حاجات لازم تتحفظ عشان نكون واضحين. يعني في حاجات لازم تتحفظ، بس مش كل حاجه لازم تتحفظ. يعني لازم ادي مساحه لمخ الطالب ان هو يفكر، ان هو يبدع، ان هو يبتكر. وبعدين في نقطه مهمه جدا جدا جدا، وانا هنا معلش اسمح لي اناشد الساده اولياء الامور بحاجه مهمه قوي. يا ريت كلنا نتكلم بايجابيه عن المدرسه.
نتكلم بإيجابية عن معلمين ومعلمات المدرسة، لأن ولادنا بيسمعوا الكلام والنقد اللي احنا بننتقد بيه المدرسة. فهو حاجة غريبة جدا، احنا بنبقى من بدري خالص بندور على دروس وبندور على بدائل للمدرسة. نعم. فالطالب دلوقتي رايح المدرسة ليه؟ يعني هو الطالب الصغير ده، على فكرة الطلبة وخصوصا المرحلة الابتدائية، طالب وابن او ابنة ذكي جدا، لماح جدا جدا جدا، بدليل كمية الأسئلة اللي الطلبة بتسألها وهم في مرحلة الكيجي. بتلاقيهم بيسألوا أسئلة غريبة جدا وبديعة جدا. نعم. إذا الطالب في المرحلة بتاعت الكيجي والمرحلة الابتدائية طالب ناقد وطالب مبدع وطالب أسئلته كتيرة جدا جدا جدا، وعنده ميل كتير جدا للمعرفة، عنده ميل كتير جدا للمعرفة. فلما الأم تبدأ تنتقد أسلوب معين، تقول ده الأسئلة دي ملهاش لازمة، هو الطالب مش هيذاكرها. فناخد بالنا، لأن الولاد بيسمعوا الكلام اللي احنا بنقوله. ولما احنا نقول التقييمات دي تقيلة، ده ضغط علينا، ده احنا الأمور صعبة، طب أنا هقول لحضرتك حاجة، بلاش تقييمات وخلينا نمتحن امتحان واحد بس في الشهر. الولاد بتذاكر من أول يوم لغاية يوم الشهر ولا قبل الامتحان بيوم؟ قبل الامتحان بيوم. طيب لما نقول بنعمل ابديتنج على طول، تحديث للمنهج، هنا التقييمات واصله معانا لغايه شهر 12. عملنا تقييمات شهر اكتوبر، عملنا تقييمات شهر نوفمبر، عملنا تقييمات شهر ديسمبر، لغايه اخر اسبوع في تقييمات. اذا الطالب هتفضل تذاكر ولا مش هتفضل تذاكر؟ طبعا هيبقى عارف هو في المنهج. هنا انا بحمي ولي الامر، لازم ولي الامر يركز ان احنا لما بنعمل تقييمات والتقييمات الوزاره هي اللي بتنزلها، احنا كده بنحمي ولي الامر من حاجه مهمه جدا. لما يكون عندنا معلم مثلا، وطبعا هو مش عندنا المعلمين دول، بس انا هقول مثال، لو عندنا معلم والمعلم ده بيجي في اول شهر يخلص المنهج او يختار حاجات معينه ويقول لهم انا كده خلصت المنهج، ولي الامر هيعرف منين؟ مش هيبقى عارف. مش هيبقى عارف. طب لما نعمل بقى تقييمات باجزاء محدده، يبقى الفصل نقسم. الاسبوع الاول هو الباب الاول، الاسبوع الثاني هو الباب الثاني، الاسبوع الثالث هو الباب الثالث. اذا ولي الامر متابع، الوزاره بتنزل جدول غير قابل ان مفيش مدير مدرسه يقول لك انا همتحن العلوم قبل العربي او همتحن الانجليزي او الانجليش قبل الساينس، لا، هو كل جدول ثابت، وده علشان كل ولي امر يقف على المستوى الفعلي للطالب. الحاجه الثانيه والحاجه المهمه جدا جدا جدا، احنا كلنا بنعاني من غياب الطلاب في المدارس. غياب الطلاب في المدارس ده امر خطير جدا، لان الطالب من غير مدرسه هو طالب غير منضبط، بيصحى براحته، مفيش زي ده. مجرد الزي المدرسه، مجرد الزي المدرسي في المراحل التعليميه بيعود الطلبه على الالتزام. صحيح، هي تفاصيل صغيره جدا، تفاصيل صغيره جدا في التربيه، لكنها مهمه جدا 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 في تكوين شخصيه الطلاب. انا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور شادي، واتمنى يكون لنا لقاء اخر نتكلم اكتر، ويعني لعل وعسى يكون في عن الالعاب الالكترونيه انه مستقبل الالعاب التعليميه في التعليم يكون افضل بكتير جدا كل يوم، مش هقول كل سنه، لا كل يوم، فنتمنى نشوف ده ان شاء الله. والالعاب التعليميه مش على قد المعلم بس، لا، للامهات كمان في البيت. ممكن الام تشارك في مساعده ولادها في فهم درس معين عن طريق اختراع لعبه، والحاجات دي بتبقى موجوده على بنك المعرفه المصري. ممكن تخش اي ام على بنك المعرفه، هتلاقي على كل درس العاب تعليميه مكتوب عليها كده العاب تعليميه، ما عليها غير ان هي تطبعه، ومجرد ما تطبع تبدا تساعد ابنها وموجود طريقه الشرح بتاعته كمان. جميل جدا عن بنك المعرفه، والله طب دي حاجه كويسه قوي، يعني اتمنى انه كل ام لو عايزه تساعد اولادها ممكن تعمل ده. شكرا جزيلا دكتور شادي على وجودك معانا. مشاهدينا كان معانا دكتور شادي محمود عابد، دكتور تكنولوجيا التعليم ومستشار ادارات المؤسسات التربويه والتعليميه. هنروح لفاصل ونرجع مره ثانيه نستقبل ضيف جديد وفقره جديده في نهارك سعيد.